كان كيدير المستحيل ومقاتل باش يوصل للحلم ديالو. حتى كيفيق في الصباح كيلقى باه مريض، يا غيحط العاقه صحيحه باش غيعيش باه يا غادي يموت ليه. ما بين ليل ونهار مدري زوين الواحد كيبراكي بانكا باش يعيش باه. واقعه دارت واحد الضجه كبيره داخل المجتمع المغربي. وفئة كانت معارضة لهذا الشيء اللي غيدير هذا الشاب مغربي ما بين معاناة الفقر ومرض الأب، وهاد جوج مشاكل غادي يدفعوه يدير أكبر غلط غادي يديروه هذا الشاب في حياته. معاناة ديال الأب والإحساس ديال العجز ديال هذا الدري اللي كيشوف باه كيتقطع قدامه وهو ما قادر يدير والو، ما عندوش باش يجيب ليه داك الدواء اللي يهدن شوية من ديك الحرقة اللي كيعيش باه. الدواء غالي على الشاب باش يشريه لباه، ولكن بالنسبة ليه باه غلا من كل شيء، غلا من أي شيء. خاصو الحل، خاصو هذا المشكل يتحل بأي طريقة وبأي وجه كان، ولو يضيع عليه سنين من حياته. مهم يحضر لباه الدواء. عماد شاب مغربي بحال أكثرية الشباب ديال هاد البلاد، مرة خدام مرة ما خدامش، مرة عايش مرة ما عايش، مرة كيتخلص مرة ما كيتخلصش. عماد غيكون واحد من ثلاثة الخوت ديال ديك الدار، مرضي والديه وعايش الحياة ديالو وراضي بالقسمة ديالو، خدام بواحد الصالير على قد الحال، هاز به راسو ومعاون به حتى والديه. كيتمنى شي نهار يجي الفرج ويسهل ليه الله ويكون حتى هو مستقبله، الا ان داكشي اللي مخبي ليه القدر غادي يرول ليه حياته كامله غادي تتبدل. كتاب الله كتاب وغادي يطيح هذاك اللي كان معمر ليهم القفه. سنه 2016 الاب ديالو غادي يشد الفراش، مرض عليه غادي يكثر، هما غير ناس دراوج ما عندهمش باش. عماد الله غادي يدور به، ما بقاش عارف اش غادي يدير، هزو داه للسبيطار، وهنا غادي يسمع خبار غادي تكب ليه الماء في الركابي. غيقول ليه الطبيب باك فيه السرطان، المرض اللي ما تبغي حتى لشي مسلم، الله ينجينا وينجيكم. وداك الطبيب غيصيفطو لمدينه اخرى فين يقدر يتعالج، لان في ديك المدينه اللي فيهم هما صعيب القضيه شويه. صيفطو عند الناس ذوي التخصص، وهنا غتبدا معاناه على معاناه ديال الطريق، المعاناه ديال التكرفيس، وغتكون الوجهه مدينه الرباط. صدمه ثانيه اللي هي اللي غادي يسمعوها من غادي يوصلوا عند الطبيب، شخص ليهم المرض اللي عند باه وخرجوا ليه الدواء. حتى لهنا كل شيء مزيان، ولكن ملي غيعرف داك الدواء شحال ساوي ديك الساعه ما غتبقى حتى شي حاجه مزيانه. كيساوي 3 المليون، 3 المليون. الله لا يطيح شي مسلم في هذا الموقف. عماد الحاله الماديه على قد الحال، اللي جابوا النهار كدير القفه بالليل، منين غيجيبهم هاد الفلوس كامل؟ المشكله كل شهر كل شهر عماد ولا كيقول وكيفاش منين غادي نجيب هاد الفلوس كامل؟ كل شهر عباد الله كل شهر رجعوا للدار وهو مشوكي، باه شد الفراش وهو الدموع ديالو مبلوكين، كيجلس حدا باه وباه كيتوجه، وعماد ما عنده باش. كيفاش غادي يقنع الفارماسيين باللي الدواء باش يخلصوا راه ما عندوش؟ ولا كيقول شنو زعما والدي رباوني تشدت الكتاف وكنت كنتخزن تحت جناحهم ملي كنت كنخاف، نهار وقفوا عليا واحتاجوني من المشكل نخاف. داز داك النهار كيفكر كيفاش غيدير ليها، كيقول منين سيدي ربي منين غادي نجيب هاد الفلوس؟ وكيسمع باه كيتألم حداه وكتألم صحته، وعماد كيتألم في قلبه وكيزيد يتشارجا ساعة على ساعة نهار على نهار. وصل الوقت المعلوم، عماد فاق في الصباح وصبحت عليه الوالده عنده قالت ليه سير ولدي جلس حدا باك. قال لها ما بقاش مهمتي عندي القلب نشوفه في هذيك الحاله. قال لها انا خارجه الوالده، جيت مع 12 هي هذيك، ما جيتش بلا ما تسولي عليا فين كاين. وغتكون الوجهه الوكاله البنكيه سي اش بانك باش يلقى الفلوس باش يداوي باه. بغى يبراكي بانكا والحمد لله ربي كبير، الله عز وجل ما بغاش باه يداوى بفلوس الحرام وشدوه البوليس. يلا تسكتوا
ولكن الفرج غادي يجي للمغاربه قلبهم كبير وناس ديال الخير، تعرفوا مع المشكل ديالو، وبالاخص من عرفوا دار داك الشيء كامل على قبل باه، وزادوا تعاطفوا ملي عرفوا عماد ما عمرو دار شي حاجه خارجه على القانون، وبسبب خوف على باه خلاه يدير داك الشيء اللي ما كانش خاصو يدير، وتحكم عليه ب3 ديال السنين، ودا استئناف وتم التخفيف ديالو 2.5 عام، والحمد لله تكلف واحد المحسن وتكلف بالعلاج ديال باه. ولكن السؤال المطروح، شنو اللي كيخلي شاب مغربي توصل به حتى لهاد الدرجه يقدر كاع يخوي البلاد ولا يفكر يدير بحال هاد الشيء اللي دار عماد؟ هاد السؤال بغيتك انت تجاوبني عليه من الداخل ديالي، انت باش كتحس؟ تهلاو في راسكم الخوت، كان معاكم خوكم الحكاي، ما تنساوش تتابعونا فيسبوك الحكاي، يوتيوب الحكاي، تيك توك الحكاي، تهلاو.